السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ابو الكرم، والنهارده مش فيديو جديد بقى، النهارده فلوج جديد. يعني اول مره في حياتي اعمل فلوج، يعني كنت خارج خروجه كده وقلت يعني اخدكم معايا. فالنهارده فلوج في حديقه الازهر، اجمل مكان او اجمل جنينه او اجمل حديقه ممكن تزورها. وليه دي اجمل حديقه ممكن تزورها؟ هتشوف في الفيديو. يلا بينا نشوف الحديقه دي بتقول ايه. طيب انا هنا بقى كنت قاعد مستني المترو. أنا اصلا صورت متاخر. المفروض كنت اصور من ساعه بقى ما اخرج من البيت وكده، بس افتكرت بقى متاخر ان انا اصور، فقلت اصور اي جزء انا معاكم. وطبعا طلعت بقى قعدت اتمشى هنا في الحاجات الغريبه دي. انا اصلا دي تاني اصلا مره في حياتي اركب مترو، عشان انا مش من المدينه يعني. قعدت بقى نتمشى شويه حلوين كده، على ما ان بقى على المخرج واطلع، وقعدت اسال ناس كتير طبعا. وطبعا طبعا تهت. انت لو ما سالتش حد هتوه، لان انا قعدت اطلع سلالم وانزل واسال ناس كتير على ما ان اوصل للمخرج اللي انا عشان اركب بقى التمنية واروح للحسين. ان انا قبل ما كنت اروح للحديقة كنت عايز اروح الحسين، بس حصل بقى مفاجأة هناك يعني هتيجي في وقتها دلوقتي. هقولها لك لما يجي وقتها. ها، واخيرا طلعت بقى وركبت العربية التمنية على السواق الرايق ده. قاعد مشغل اغاني طول الطريق، وانا طبعا انا هشيل الصوت بتاع الاغاني ده في المونتاج او ممكن اسيبه، مش عارف. قعدنا بقى نمشي شوية كده عشان نوصل للجامع. بس عايز اقول لكم على حاجة يعني، اعذروني لو في اخطاء كتير في الفلوج ده، لان انا ده اول فلوج اصلا اصوره في حياتي، اول مرة في حياتي اصور فلوج اصلا. بس يعني قلت اهي تجربة وتبقوا معايا، فاكيد هيبقى في اخطاء مثلا. حتى انا دلوقتي وانا بعلق وانا بتكلم عشان اوصف لكم وكده، ما مش عارف اقول ايه اصلا. فيعني لو انت شايف في اخطاء او كده، يا ريت تسيبها لي تحت في الكومنتات، عشان لو صورت بعد كده في اي فلوج ابقى اتفادى الاخطاء دي. وهنا بقى المفاجأة اللي حصلت، لان انا طبعا كنت رايح اصلي في الحسين الاول قبل ما اروح حديقة الازهر. طبعا انا اتصدمت لان لقيت في كمية امن كتير هناك وكده، فداخل انا وكمية ناس برضو كبيرة، لقيتهم قفلوا الدخول، يعني منعوا الناس من الدخول. قال لك احنا من الساعة 9، يعني بيقفلوا الدخول من الساعة 9. ما هو برضه يا جدعان بيبقى في ناس جاية من سفر بعيد، بيبقى غصب عنهم بيبقوا معشمين انهم يدخلوا كده. فالصراحة كان عدد كبير جدا من الناس كان راجع حزين، وأسر بقى، عائلات واحد بقى وأسرته كلها وعياله ومراته كله. تاخد بالك؟ وراجعين بقى، انت متخيل جايين من سفر قد ايه، ورجعوا يعني خلاص قفل. يعني هم اصلا جايين يصلوا الجمعة في الجامع في الحسين، هو تخيل قال لهم لا الجامع قفل. خدت بالك؟ فيضطر بقى يسلم جامع تاني ويستنى بعد لما الحسين يفتح ويروح بقى يقعد فيه. طب ما كده خلاص، انت فاهم هي متعة الحوار ان انا اصلي الجمعة في الحسين. حتى الازهر، هتقول لي الازهر، حتى الازهر كان كمان مقفول. مش عارف كان في تصوير ولا ايه، بس كان في امن هناك رهيب. فقلت ايه بقى؟ قلت خلاص اروح على حديقة الازهر اللي انا كنت رايح لها اصلا، اروح بقى هناك. لو واحد يقول لي طب مش هتصلي، صليت في الجامع اللي هناك وخلاص. وده طبعا وانا قعدت اطلع كميه مطالع رهيبه عشان اوصل حديقه الازهر الغريبه دي. قعدت اطلع كميه مطالع، وهنا بقى بوابه الدخول. دخلت على فكره لعلم التذكره كان ب40 جنيه. ولو في طفل او اطفال صغيره بتبقى تذكرتهم اقل، مش عارف 5 جنيه او كده. طبعا هنا بقى ده اول ما دخلت الحديقه. الصراحه التصوير ظالم المكان يا جماعه. الصراحه المكان مبهر مبهر ومبهر بطريقه فظيعه. هتخش كده يجي لك طاقه ايجابيه كده، وتحس براحه نفسيه حاجه فوق الوصف يعني. وطبعا زي ما قلت لكم انا اصلي الجمعه في حديقه الازهر. انا بقى كنت قاعد بصلي. الجامع كان صغير حبتين. بس الحمد لله اللي انا لقيت مكان اصلي فيه بعد ما انصدمت طبعا. وانا هديكوا كده انا صليت، تاخد بالك؟ وطبعا شفت الجمال ده بعد ما خرجت صليت الجامعة وخرجت. كان أطفال كتير بقى قاعدين يشوفوا النافورة دي. طبعا خدت لي صورتين عند النافورة دي. الصور بقى اللي صورتها هعرضها لكم قدام شوية في الفيديو. فكان جميل جدا الصراحة.
حاجة يعني عظمة. انت كل ما تمشي اصلا كل ما تنبهر اكتر، كل ما تمشي كل ما تنبهر. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. وطبعا بعد شوية الصور والفيديوهات دي رحت طبعا اصلي العصر. خدت بالك؟ وبص اهم حاجة في اليوم الصراحة الصلاة، وهنا الاوكي برضو بتاع الصلاة. وخرجت بقى وبرضه في نفس المكان. انا اصلا لفيت كتير، لفيت الحديقة يعتبر ايام جبت اخرها يعني. وطبعا هنا بقى خرجت وكنت هركب عشان اروح. اي نعم انا ما صورتش، ما لحقتش اصور حاجات كتير، بس اضطريت بقى. وهنا بقى طبعا نزلت عشان اركب المترو بقى، وقعدت الف لي لفه حلوه برضو. وهنا كان في زحمه رهيبه طبعا زحمه فوق الوصف عشان اركب المترو. هنا بقى كنت قاعد في المترو. الصراحه المترو كان رايق، كان نضيف جدا، وكان بص عظمه 10/10. المترو كان رايق. عايز اقول لكم كمان ان انا معلش ما عرفتش اصور حاجات اكتر من كده، لان انا زي ما تقول كان عندي رهاب اجتماعي شويه لان انا لقيت كميه اجانب كتير جدا، وكان نفسي اروح اتكلم مع حد منهم او اصور معاه فلوج او كده، بس ما عرفتش برضه اصور. يعني لقيت ان في ناس كتير وانا بنحرج شويه وكده، فما عرفتش اصور كل حاجه. بس دي كده كانت حاجه بسيطه يعني. وان شاء الله طبعا انتوا هتكتبوا لي تحت على الاخطاء مثلا اللي انا المفروض اتفاداها وكده. وان شاء الله لو عملت فلوج جاي هيكون احسن من كده، وهصور طبعا فيه اكتر من كده. بس زي ما قلت لك عشان انا ما كنتش مستعد ان انا اصور، فالموضوع قلت اصور حاجات كده، حاجات صغيره كده، وان شاء الله اصور فلوج جديد ويعجبكم. انت عارفين بقى ايه اكتر حاجه عجبني هنا في المكان ده؟ ان هنا الدنيا كويسه قوي، يعني ما تلاقيش مثلا ناس فرشه بقى وجايبه محشي ورنجه وفسيخ. المكان هنا مش عام لدرجه انك تلاقي بقى يعني بهواء كتير او حاجات وحشه. لا، المكان ده فيه اجانب كتير، سودانيين، صينيين،
اوروبيين، ايطاليين، فرنسي، يعني المكان ده هو سياحي. والصراحه المكان نظيف جدا وعلى مستوى، حتى الحمامات ذات نفسها نظيفه جدا، كل حاجه في المكان نظيفه وعلى المستوى. وكمان اللي يعني تذكره الدخول بالنسبه لمساحه المكان وانك تعيش فيه براحتك محدش يكلمك هي جميله جدا. فالمكان الصراحه مبهر، يعني لو عايز تقضي فيه يوم انت وعيله، انت وخطيبتك، انت لوحدك، انت واصحابك، مفيش اجمل من المكان ده. يعني لو يوم جمعه انصحك انك تيجي يوم جمعه تصلي الجمعه وتطلع على المكان ده، بس هيبقى يوم جامد. وفي هنا بقى مطعم، في هنا بحيره، في كل حاجه ممكن تتمناها هنا. واشوفكم في فلوج جاي او فيديو جديد.